هذا البرنامج برعاية اتحاد المنتجين العرب النهارده وريد كاربت جديد وشكر للإمارات. مهما عملنا حفلات ومهما قلنا كلام ومهما عبرنا بأغاني، شعب واحد وحب كبير بين مصر والإمارات بناه الشيخ زايد وبيكملوا أبنائه وكل أهل الإمارات وكل أهل مصر. الحب اللي بينهم عمر ما حد هيقدر يفرق بينهم. والنهارده مع اتحاد المنتجين العرب هنحضر ريد كاربت جديد وحفل جديد وشكر لرموز مهمة جدا في دولة الإمارات. عيشوا معايا ريد كاربت جديد من القاهرة للإمارات. شعب واحد على أرضين، مصر والإمارات الاتنين. شعب واحد على أرضين، مصر والإمارات الاتنين. شعب واحد رب واحد، كلمة واحدة احنا الاتنين. شعب واحد على أرضين، مصر والإمارات الاتنين. شعب واحد رب واحد. الإعلامي الكبير طارق علام مش بس هيقدم النهاردة الاحتفالية المهمة جدا شكرا للإمارات، ولكن وجوده النهاردة كإعلامي جاي النهاردة بيستقبل كل الوفود اللي جاية من الإمارات، وباسم الإعلاميين كلهم هو موجود النهاردة للاحتفال بشعب الإمارات. وأنا بس سعيدة أن أنا معاك وسعيدة لمجهودك الكبير اللي أنت بتعمله من خلال اتحاد المنتجين العرب، من خلال وضعك كإعلامي كبير بتقدر تقدم الخير في كل مكان. ومش بس الخير بقى، النهاردة موضوع مهم جدا، الوقفة اللي وقفتها معانا الإمارات أقل وردة بنقدمها لها. أولا بشكرك وشبكة قناة النهار. ثانيا اللي بيتم النهاردة لمسة شعبية بسيطة جدا، يعني لا تقارن بمقدمته دولة الإمارات العربية الشقيقة. ونتكلم على الإمارات مش هنتكلم عليها دلوقتي، نتكلم الشيخ زايد رحمة الله عليه، بنتكلم على سلاح كبير في حرب أكتوبر اسمه سلاح البترول. نتكلم على الشيخ زايد اللي وصيته خلي بالكم من مصر. بنتكلم احنا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ونذيع فيه في اخواننا واهالينا وسطينا واقفين في وش بعض. احنا بنتكلم على الناس اللي بيبعدوا عنا ساعات لكن هم في قلبنا، هم في القلب وفي العقل. بنشكرهم وبشكر كل الخليج، بنشكر المملكة العربية السعودية، بشكر الكويت، بنشكر مملكة البحرين، بنشكر الأردن، كل اللي وقف مع مصر. النهاردة يوم الإمارات بنقول لهم شكرا. دي وردة، دي لمسة، دي كلمة، دي كلمة حب. ده يعني لو عملنا إيه من هنا لغاية سنين قدام لا يقدر بوقفة الناس اللي وقفت بكل حاجة، بحاجات نعرفها وحاجات ما نعرفهاش. لكن في وقت الأزمة لما حد يقول لك أنا معاكي دي بتبقى كبيرة. احنا بيقول لك كلمة الصديق وقت الضيق، ده أخ، ده غالي. احنا بنقول لهم ألف شكر. بنشكر روح المغفور له الشيخ زايد على انه ربى اولاده والناس على التواصل على الحب، لان في اللحظه دي في بعض الشعوب في ناس بيدفع لهم فلوس يعملوا ارهاب، انما ده الخير، ده الحب، ده البناء، دي العروبه، ده الاسلام. بقول لهم الف الف مليون شكر. واللي بنعمله ده حاجه صغيره. انا سعيد بمشاركتي بالنيابه عن زملائي الاعلاميين، وشفنا وفد من الاعلاميين كنت قاعد معهم دلوقتي بنشكرهم. بنشكر كل اهل الامارات ومش عارف بنحبكم جدا وربنا يخليكم لينا. وان شاء الله هيجي الوقت اللي احنا نبقى واقفين مع بعض، ربنا يخلي ايامهم كلها سعيده ومشروعات ناجحه، لانهم ناس يستاهلوا كل تقدير وحب ونجاح. عايزين نعرف بقى اخبارك الفنيه الفتره اللي جايه. انا عارفه ان انت بتجهز لفيلم جديد، يعني الحياه الاجتماعيه خدتك اكتر من الحياه الفنيه. والله السنين اللي فاتت لخبطتنا، دوختنا، لخبطت كل حاجه. احنا بنشتغل دلوقتي، انا بعمل برنامج كبير ان شاء الله اتمنى انه يطلع في خلال الايام القادمه، ونجهز لفيلم ربنا يكرم يبقى قبل رمضان تصويره او بعد رمضان مباشره. كانت فكره قديمه بس بنجددها وفريق العمل شغال دلوقتي. يا رب بلدنا بقى ترجع الانتاج السينمائي والمسرحي والبرامج تبقى في الشارع، وننزل نضحك مع الناس تاني، تعود البسمه وتختفي كل لحظات الحزن اللي احنا بنشوفها يوم بعد يوم. وده عاوز ان الشعب كفايه اتعلمنا ونتعلم، ما عندناش غير ان احنا ندي لاولادنا ابتسامه عشان يقدروا يكملوا بكره. يعني طبعا انت واضح مش عايز لسه تبوح بالفيلم، ولكن هنكون معاك اول يوم تصوير. انت شريكه معانا، يعني انا فاكر فيلم الكافير كنت معانا في اجنده حمراء في مهمه صعبه. وان شاء الله الفيلم الطلقه جايه منين.
والطلقه جايه منين؟ اللي هو من وسطينا ويدمر فينا. ده يعني اسقاطات سياسيه مهمه. هو حكايات شعبيه، بس اللي عاوز يفهم يفهم ولا يعني، لكن بيقدم قضيه انسانيه زي الحاجات اللي انا بحبها. يعني ادعو الله انه يبقى عمل موفق ان شاء الله. ان شاء الله. مره تانية بقول لك الف مبروك، الحفله هتبدا وانت لازم انت اللي هتستقبل الورق معاك، انت اللي هتعلن التكريمات. وبقول لك دايما طارق علام في المهام الصعبه بالليل. شكرا وشكرا لتألقك ونشاطك الإعلامي العربي اللي بتدينا دفعات كويسة. بشكرك يا بس. شكرا لك. بالخير، بالوحدة، نشكر ربنا على الألفة على الحب، ده من عند ربنا. أهلا بكم جميعا في مصر. مصر بلد الحب، بلد العروبة، بلد الوفاء. النهاردة مصر بتحتضن أبناء ليها من كل الأشقاء اللي ساندوها وقفوا معاها في وقت الأزمة، وقت المحنة. النهاردة مصر بتقول دايما احنا واقفين متحدين، وكلمة بنقولها في مصر كلنا ايد واحدة. كلنا دي يعني كل العرب، كل المسلمين، كل الإخوة. شعب واحد، رب واحد، كلمة واحدة احنا الاثنين. سعيدة جدا النهاردة بوجود وزير الثقافة سيادة الوزير جابر عصفور النهاردة في احتفالية خاصة جدا، احتفالية بقول احتفالية حب أكتر منها احتفالية شكر، احتفالية حب من الشعب المصري لشعب الإمارات، من المسؤولين في مصر إلى المسؤولين في الإمارات. سيادة الوزير شايف الفكرة دي إزاي؟ وأنا شايفة إنها جاية في وقتها، الوقت اللي بتدعمنا فيه الإمارات سياسيا وفنيا وثقافيا وإنسانيا على كل الأشكال، هي قلبا وقالبا مع مصر. هي الإمارات لها مكانة خاصة عند المصريين، وإحنا في مدينة أكتوبر على فكرة على بعد أمتار من مدينة الشيخ زايد اللي أمر ببناء الشيخ زايد نفسه. والحقيقة أنه منذ أيام الشيخ زايد ومحبة الإماراتيين لمصر وممثلة في رموزهم السياسية وقائدهم العظيم الشيخ زايد باقية في قلوبنا، وإحنا متأكدين أنه أبناء الشيخ زايد ورثوا هذه المحبة عن أبيه. وعلى هذا الأساس لم يكن من الغريب إطلاقا أن يكونوا أول من وقف معنا في محنتنا، وأول من يتقدموا ويعلنوا مساعدتهم لمصر. والحقيقة ما فعلوه معنا لا يمكن أن ينسى، لكن ما يجعلنا نحبهم أكثر أنهم يفعلون ذلك عن اقتناع بأننا وإياهم نعيش في وطن واحد. في الحقيقة أنا جئت بتكليف من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محي، وقال لي أنت تعرف كم أحب الإمارات وأهل الإمارات وإعلام الإمارات، فاذهب لتلقي كلمتي في اتحاد المنتجين العرب لتكريم الإعلاميين الإماراتيين. فقلت له سمعا وطاعة وبكل حب وتقدير له. وإذا كان الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو ذكر تحدث عن نفسه قليلا فلا بأس أن أحتذي به. أنا رجل محب للإمارات. فنانة منال سلامة النهاردة احتفالية خاصة جدا، احتفالية شكر للإمارات، احتفالية اعتراف ان الإمارات ومصر شعب واحد قلب واحد على أرضين. الإمارات معانا في كل حاجة، فن، ثقافة، سياسة، سياحة، بنلاقيها أول واحدة بتكون هي اللي يعني بتطلب المساعدة، إن احنا عايزة تساعدنا وهي اللي بتبادر. والنهاردة دي كانت أقل وردة بيقدمها اتحاد المنتجين العرب على أرض مصر طبعا، وإحنا في مدينة الشيخ زايد، مش في الإمارات ولكن مدينة الشيخ زايد اللي في مصر. دي حقيقة يا بوسي، احنا جايين كلنا نقول شكرا للإمارات إدارة وشعبا، وده الحقيقة مش جديد عليهم. يعني لو رجعنا بالتاريخ الشيخ زايد رحمه الله، عندنا مستشفى الشيخ زايد، مدينة الشيخ زايد، ده عرفانا بالجميل أيضا من مصر ليه.
وهو كان محب لمصر، وكلنا عارفين انه في وصيته وصى ابنائه بمصر وشعب مصر، فده اكبر دليل على حب الامارات لمصر، وبالتالي الحب مردود. وبقول ميرسي لكل اللي ساعدوا مصر ووقفوا جنبها. وكمان اما بنشكر، يعني حتى ما بتلاقي على الفيسبوك يا بوسي وتلاقي الناس بتشكر الامارات وشعب الامارات، قد ايه تواضع لما تلاقي ردود من شخصيات مهمة عصروا الأجيال اللي فاتت، إنه إحنا اللي بنشكركم. ده رد جميل. إحنا اتعلمنا على إيد مدرس مصري وتعالجنا على إيد طبيب مصري، يعني ناس أصيلة. اللي بيحفظ الجميل مش كتير في الزمن ده. فأنا مش شايفة جمايل ما بيننا وما بين بعض. إحنا شعوب واحدة، والحقيقة أنا ضد الحدود. احنا مجتمع عربي. تأشيرات، انا بقول المنطقة العربية كلها مش لازم ناخد تأشيرات المفروض بس طبعا مع سوريا، ودلوقتي بقت كمان للأسف. إن شاء الله الأمة العربية كلها تتعافى وتقف على رجليها، ونعود تاني ندخل لبعض بدون تأشيرات. وطبعا التأشيرات سببها أمني بحت، لأن أنت مش عارفة النهاردة الضربة جايلك منين. فعن قريب إن شاء الله أنا متفائلة جدا 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 بوقفة الأمة العربية مع بعض. الإمارات، الكويت، البحرين، السعودية، مصر، كلهم أمة واحدة. وده كان الحقيقة المفروض كان يتم من الستينيات ومن الخمسينيات، لأنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في الاتحاد قوة، وقوتنا في وحدتنا مع بعض، وعمر ما حد هيقدر يخترقنا. والحقيقة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر أدركوا ده، وبالتالي مهما يحدث من مؤامرات على مستوى العالم مش هينفع طول ما احنا ايد واحده. اكيد. وانا بقول احنا لازم نكون ايد واحده الفتره اللي جايه. سعيده بوجودك، وهسيبك تسعدي وتستقبلي الوفود اللي جايه النهارده، لان انتوا الفنانين لازم تكونوا في استقبال. الحقيقه يعني احنا لضيوفهم. شكرا. ميرسي يا بوسي، شكرا. وأكرر وأقول اللي احنا بنقول شكرا للإمارات شعبا وقادة. شكرا لكل العرب. واحنا النهارده بنحتفي ونحتفل في مبادرة شعبية طالعة من القلب، مبادرة بنقدم فيها كل الناس. وبكرر شكري لإصراره على الحضور وتكريمه العربي الكبير المفكر الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتكريم له من اتحاد المنتجين العرب. وهنكمل التكريم برضو من رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ دكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، هيقدم درع الجامعة لسعادة الدكتور جمال سند السويدي. ودايما بيفاجئنا بأحلى المهرجانات. كل مهرجان ليه مذاق خاص وليه طابع خاص. النهاردة مهرجان مهم جدا، مهرجان شكر للإمارات. الإمارات ومصر قلب واحد، شعب واحد على أرضين. دايما احنا بنكون عندهم ودايما هم عندنا. أول بلد بتكون واقفة جنب المصريين سياسيا وفنيا وإنسانيا في كل حاجة. النهاردة أقل وردة بنقدمها لهم إن إحنا بنكرمهم على أرضنا. اتحاد المنتجين العرب، أستاذ إبراهيم أبو ذكري رئيس طبعا اتحاد المنتجين العرب، بشكرك جدا على الوردة الجميلة اللي بتقدمها النهاردة للإمارات على أرض مصر. أولا رقم واحد اللازمة الأساسية، أنا أولا سعيد إن أنا لقائي معاكي، لأن أنا بتباشر بيكي في أي ايفنتس بنعمله. بوسي شا اللي بتبقى معانا يبقى فيه نجاح. أنا متوقع النهاردة هنحقق جون في مجال الإعلام العربي ومجال الإعلام المصري. النجاح باين من عنوانه، من الضيوف اللي موجودة ومن التنظيم ومن الفكرة نفسها. الفكرة مهمة. جات لك إزاي وفي الوقت ده بالذات؟ هو الحقيقة ما كانش في الوقت ده، هو جاية بالصدفة لسبب، لأن احنا في مونديال القاهرة التذكوري. لما كنا بقى في المونديال قلت يا جماعة ان في ان احنا هنبتدي ابتداء من يناير هننظم لقاءات ما بين الاعلام العربي والاعلام المصري في المجتمع المدني. واخترت دولة الامارات، وقلنا هنبتدي بدولة الامارات العربية المتحدة
الظريف في هذا الموضوع انه لما حددنا الميعاد كان ميعاد مش مرتجل، لكن ظريف. كان هدفنا ان يبقى فيه نوع من الوفاء اللي ما بين الاعلاميين العرب كلهم مع بعض، وان احنا طول عمرنا ببحث عن مساحات الاتفاق اللي ما بين كل الدول وبعضها، بالنسبه للقلم، بالنسبه للصوره، بالنسبه للكلمه. فاحنا بنشتغل على المساحات اللي متفق عليها. اهم حاجه مساحه اللي احنا متفق عليها النهارده هو الشارع العربي، قضايانا المشتركه. فكان طبعا اهم قضيه اللي احنا بنشتغل ان احنا بنتحدى الارهاب. اصحاب المعالي، اصحاب السعاده، الكوكبه الاعلاميه القادمه من الامارات، السيدات والساده الحضور، اولا اقدم التحيه الواجبه من هنا من ارض مصر المحروسه الى سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات على موقفها على تشريفنا بتواجد الدكتوره ميساء الشمسي معنا هذا اليوم. سعيدة النهاردة بنجمنا الكبير الفنان العظيم عزت العلايلي بوجوده النهاردة عشان يستقبل وفود الإمارات وباسم الفن المصري، وهو سفير للفن المصري. وواجب الشكر من الفنانين المصريين لشعب الإمارات وحكام الإمارات اللي موجودين على أرضنا النهاردة. وحفل اتحاد المنتجين العرب شيء جميل منك انك النهارده موجود بتستقبل الوفود، بتبلغهم بالنيابه عن زملائك الفنانين اللي جه او اللي ما جاش النهارده الحب الكبير اللي بين مصر وبين الامارات. هي العلاقه بين مصر وبين الامارات علاقه قديمه جدا، علاقه وطيده جدا، علاقه مبنية على تفاهم وعلى أصول عربية راسخة بيننا وبين دولة الإمارات. دولة الإمارات موقفها الحقيقة في المواقف اللي حصلت في مصر واتفاقها، وإنها يعني تمد يدها إلى مصر ومصر تمد يدها إلى الإمارات وإلى جميع الدول العربية. فالحقيقة أنا جاي بالذات عشان أشد على أيديهم وأقول لهم يعني هو ده الوفاق العربي الحقيقي، وهذه النظرة العربية، وبالذات هي دي نظرة مصر إلى إخوتها الشقيقات الإمارات والدول العربية كلها. دولة الإمارات دولة يعني مميزة الحقيقة، وأنا يعني سافرت إلى الإمارات. احنا قضينا أحلى وقت، وانت لسه كنت السنة اللي فاتت متكرم تكريم مهم جدا في مهرجان دبي، لأن عندك أكتر من 6 أفلام في أحسن 100 فيلم للسينما المصرية في الكتاب، وكان تكريم كبير ليك في مهرجان دبي. وشفت الحفاوة اللي استقبلوك بيها، وشفت الحفاوة اللي استقبلوا بيها الوفد المصري. ده صحيح، مش أنا لوحدي، يعني الوفد المصري استقبل استقبال طبعا يعني، وده مش يعني مش غريب على الدولة زي دولة الإمارات، ولها طبعا سوابق عظيمة جدا وأسلوبها ودستورها وتضامنها. ولا ننسى طبعا الشيخ زايد رحمة الله عليه. في الشك إذا ذكرت دولة الإمارات في الشك لابد هو السبب ان خلى الاجيال كلها تحب مصر. بالظبط كده، يعني حينما وصى اولاده على مصر كان شيء عظيم جدا، ولا زال راسخ في الذهن المصري والذهن العربي جميعا، مش مصر فقط لا غير، انما رجل له افضال عظيمه جدا. سيبك انت من الشق المادي او الشق المعنوي، وده من اهم ما يمكن. لذلك تحس ان حد بيحبك بجد يعني من قلبه. كل الصغير قبل الكبير في الامارات، مش بس حكامها، شعبها كله. وهو الحقيقه طبع يعني على شعب الامارات يعني سمه تحسي هم بيستقبلوكي استقبال فيه ابتسامه جميله كده جدا جدا. طبعا انت الامارات دي بالنسبه لك رحتها زمان ايام تصوير، كان في عجمان، استوديوهات عجمان، اكيد كان ليك ذكريات كتير. انا مش عجمان، انا اول واحد فتحت دبي سنه 75، واخد بالك؟ فتحتها باللص والكلاب.
في استديوهات دبي يعني. صورت اول حد صور؟ اول حد صورت كنت انا، واول شفت التطور الكبير اللي حصل من السبعينات لغايه دلوقتي يعني. بالظبط كده. لسه هقول لك يعني كان في شارع طويل جدا بشارع الشيخ زايد، ده كان صحراء على اليمين وعلى الشمال. ابراج ناطحات سحاب. بالظبط كده. وانا كان ليا صديق اماراتي الحقيقه، دبوي، هو كان شغال مخرج هو في تلفزيون دبي. فبيقول لي مره ماشيين رايحين الشارقه، فبنفوت على شارع الشيخ زايد ده اللي بقى دلوقتي يعني بيضارع منهاتن والى اخره بتاع. فبقول له قال لي بص 20 سنه واتفرج على البتاع. صدق فيما قال طبعا. كل سنه بتروح بتلاقي طبعا. فانا طبعا اشد على ايديهم جميعا واقول لهم طبعا بارك الله فيكم، وهذه بلدكم، مصر بلدكم، والامارات بلدنا. وطبعا يعني ربنا يديم المحبه يا رب ان شاء الله. يعني جمهورك عايز يعرف الجديد عندك كمان، وحشته 2015 عايزين نعرف في تلفزيون، في عمل فني، يعني اخبارك الفنيه مهمه. ان شاء الله في عمل كبير جدا وكده الاستاذ يسري الجندي ويخرجه الاستاذ محمد حلمي، واسمه همس الجذور، وبيتكلم على مراحل مرت بها مصر من القرن ال18 إلى حرب أكتوبر 73. فعملية استعراض كبيرة جدا لمصر داخليا وخارجيا، حكاما ومحكومين عمل مهم جدا، وبقالنا فترة ما عملناش الأعمال. بالظبط. إنتاج مين يعني اللي هيتكفل بالموضوع ده؟ أنا محتاج إنتاج كبير يعني لغاية دلوقتي في ناس كويسين جدا. ده مهم، لان الحاجه زي كده لازم تتعمل على اعلى مستوى، يعني مش لان ده مش موضوع تجاري ان هنسوقه للقنوات وبتاع، لا دي حاجه هتفضل تتذاع يعني طول الوقت. ده صحيح. هو بيتكلم بمنتهى الوضوح. الاستاذ يسري الجندي طبعا قبل ما يكون كاتب درامي فهو اديب، فرؤيته لهذه المراحل بالتحديد رؤيه ادبيه فنيه تاريخيه، وفي نفس الوقت وضع ايده على مناطق يعني الانتقال بالنسبه لما حدث في مصر من القرن ال17 لغايه حرب 73. طبعا حاجة مهمة، ودايما فناننا الكبير عزت العلايلي بيقدم لنا الأشياء المهمة اللي بنعتز بيها وبننتظرها. هتبدأ التصوير امتى ولا لسه؟ لا لسه شويه. هو كان المفروض احنا نبدا يعني نعرض مش هنلحق لان بس عمل زي ده مش محتاج رمضان، عمل زي ده هو رمضان لوحده. برافو عليك. يعني ينزل في اي توقيت هيتشاف. برافو عليك. وحاجه مهمه للاجيال، يعني مش موضوع اعلانات وسبونسر، لا ده انا بشوفه ان موضوع مهم يفضل هو تسجيل فتره في مصر محتاجين نسجلها. من اسخن الفترات اللي مرت بيها مصر، واللي عملت زي ما بيقولوا نقط ارتكاز بالنسبه لكل مرحله تاريخيه الى ان وصلنا الى 73 والصراعات بقى اللي حواليها بقى، يعني ولما توصلي للقرن العشرين وسكس بايك والصراعات وثوره 19 والدستور المصري وبنك مصر وكله شيء مهم طبعا. كرين وهتلاقي حكايه مصر، يعني هتلاقي حكاية مصر هيحكيها لنا نجمنا الكبير عزت العلايلي من خلال مسلسل جديد إن شاء الله قريب هنكون معاه في اللوكيشن. مرة تانية بقول له شكرا لاستقبالك لوفود الإمارات النهاردة باسم الفن المصري، ودايما بنسعد إن احنا نشوفك بصحة جيدة في أحسن. أشكرك كتر خيرك. شكرا.